السلام عليكم متتبعات قناة ألوان سيمان. مرحبا بكم في القناة. نتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن احوال وتكونوا بخير وعلى خير البنات. اليوم غنشارك معكم هذا الموطيل. الضريس غيكون ضريس بسيط وسهل البنات. غنحتاجو الثوب، طريف ديال الثوب بلا حبيك. انا ما هاد الثوب ما غاديش نحبكم زائد الخيط المبروم. كنخدم بالخيط المبروم، طرز رباطي 5 الشعرات كنبرمو على 5 الشعرات. والطريقه راه كاينه في القناه ديال البريم، دخلوا للقناه. والكروشي نمره 12 060 دائما باش كنخدم. الطريقه ديال البريم راه كاينه في القناه البنات، دخلوا للقناه غتلقاو الفيديو ديال الطريقه ديال البريم على 3 ولا 4 ولا 5 الشعرات. والطريقه راه سهله كما كتلاحظوا. هاد الطريف انا ما حبكتوش البنات، غنخدم معكم الضريس كنخدم وكنحبك في نفس الوقت. والطريقه راه سهله، تبعوا معايا الخطوات باش تفهموا اكثر. وشكرا على اللايكات البنات وعلى على لي كومونتير وعلى المسانده. شكرا بزاف بزاف البنات، التشجيع ديالكم كيخليني كنستمر. شكرا على الدعم، شكرا بزاف. دابا غنتقلوا الطريقه ديال الدرس كيفاش غنخدموه. غنجيو لهنا الطرف ديال الثوب غنخدم بعد ما تبت الخيط. غنخدم غرزه حاشو، ثم كنرتفع سلسلتان ثلاث سلاسل. القياس ديال 3 سلاسل كنثبت على الثوب بغرزه حشو. كنخدم غرزه حشو ثم غنرتفع 3 سلاسل، ثم كنرجع كنقلب العمل. كنخدم لفه على الكروشي وكندخل في هاد غرزه حشو. داخل هاد غرزه حشو غنخدم عمود بهذه الطريقه، ثم كنقلب بهذه الطريقه كما كتلاحظوا. غنرتفع 3 سلاسل ونقلب العمل ونرجع لداخل هاد الفتحه. غنعمرها بثلاثه الاعمده، العمود الاول والعمود الثاني ثم العمود الثالث. هنا كما كتلاحظوا غنخدم العمود الرابع ما بين هاد الخدمه والثوب، ما بين وراء هاد غرزه حشو، يعني ما بين السلسله والثوب والطرف ديال الثوب. غنخدم العمود الرابع بهذه الطريقه، ثم غناخذ القياس على الثوب ونخدم غرزه حشو باش نثبت على الثوب بغرزه حشو. الضريس البنات راه ساهل. ما جاني ما مقادش، غنعاود كنثبت بغرزه حاشو، ثم كنرتفع سلسله ثانيه ثالثه 3 سلاسل، ثم كناخذ القياس دائما وكنضرب في الثوب. القياس ديال الارتفاع هو اللي باش كنشد على الثوب، والضربات يكونوا متساويين البنات باش يجيكم بحال الحبيك. كنرتفع 3 سلاسل ثم نقلب العمل وكنجي لهاد غرزه حشو. ضروري تجيو لهاد غرزه حشو. كنخدم عمود بهذا الشكل، ثم كنرتفع ثم كنرتفع 4 سلاسل، 1 2 3 4. وكنجي لهنايا في اخر هاد العمود من هاد الضريس ديال المتكي كنثبت بغرزه حشو بهذه الطريقه. نتمنى الصوره تكون واضحه. ثم الارتفاع ديال 3 سلاسل 4 سلاسل، ثم كنجي لداخل هاد الفتحه غنخدم غرزه حشو. بعد ما ارتفعت 4 سلاسل كندخل الفتحه كنخدم غرزه حشو، ثم كنخدم هنايا غرزه حشو ثم الارتفاع ديال 4 سلاسل، ثم كنرجع لهاد وراء هاد غرزه حشو كنخدم غرزه حشو باش يولي عندي غرزه بيكو. كنخدم عاوتاني غرزه حشو ثم الارتفاع ديال 4 سلاسل، كنرجع للوراء كنخدم غرزه بيكو. كنخدم عفوا ماشي غرزه حشو، هنا كنخدم عمود، نصف عمود. هنا كتخدم نصف عمود، ثم كنرتفع 4 سلاسل وكنرجع وراء هاد نصف عمود كنخدم غرزه حشو باش يولي عندي
بحال غرز بيكو بهذا الشكل. ثم كنجي مباشرة فوق هذا العمود كنخدم غرزة حشو فوق العمود، ثم الارتفاع ديال 3 سلاسل، وكنجي لهاد الفتحة غنعمروها 3 الأعمدة، 3 أعمدة، العمود الأول، العمود الثاني، ثم العمود الثالث. هنا العمود الرابع غنخدموه غندير ما بين هاد السلاسل والثوب هنايا وراء هاد غرزة حشو، فهاد البلاصة فين غنخدم العمود الرابع، ثم القياس على الثوب باش نخدم غرزة حشو على الثوب. هذا هو الشكل ديال الضريس، كنقيس الضرس على الثوب وكنخدم الضربه ديال غرزة حشو على الثوب. دائما البنات الضربات يكونوا متساويين باش يجيكم كما كتلاحظوا الضربات قادين، يعني كنخدم الحبيك وفي نفس الوقت كنخدم الضرس. كنرتفع 3 سلاسل، ثم كنقيس وكنخدم على الثوب غرزة حشو، ثم الارتفاع ديال 3 سلاسل، كنقلب العمل كما كتلاحظوا، ثم كندير لفه على الكروشي وكنخدم داخل هاد غرزة حشو عمود، ثم غنرتفع 4 سلاسل، 3 4، وغنجي لهاد الضريس العمود الاخير غنخدم غرزة حشو، ثم الارتفاع ديال 4 سلاسل، ونقلب العمل وندخل في الفتحة باش نخدم غرزة حشو، ثم غنخدم نصف عمود، ثم كنرتفع 4 سلاسل ونرجع وراء هاد نصف عمود كنخدم غرزة حشو باش يولي عندي غرزة بيكو، ثم نصف عمود الثاني، ثم الارتفاع ديال 4 سلاسل ونرجع وراء هاد نصف عمود باش نزد الخيط من البنات مشى لي تقادير الخيط زدتو، كنخدم غرزة حشو باش تولي عندي غرزة بيكو الثانية، ثم نصف عمود الثالث، الارتفاع ديال 4 سلاسل ونرجع وراء هاد نصف عمود غنخدم غرزة حشو باش تولي عندي غرزة بيكو على هاد الشكل، ثم غنخدم فوق هاد العمود غرزة حشو فوق العمود، ثم الارتفاع ديال 3 سلاسل، ونجي لفتحة ونخدم 3 الأعمدة، العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، ثم غنجي العمود الرابع ما بين هاد السلاسل والثوب وراء هاد غرزة حشو غنخدم العمود الرابع. هذا هو الحبيك اللي كنخدم وانا كنخدم الضرس نفس الوقت، يعني ملي كنجي كنخدم العمود الرابع ما بين هاد السلاسل والثوب بحال الا كتخدمي الحبيك. القياس ديال الارتفاع ثم كنضرب على الثوب. هذا هو الشكل ديال هاد الضريس البنات، جا غزال. الارتفاع ديال 3 سلاسل، ثم كنقيس وكنضرب في الثوب قاد، ثم نضرب في الثوب بغرزة حشو. الارتفاع ديال 3 سلاسل، غنقلب العمل ونجي لهاد غرزة حشو وغنخدم عمود، هنا غنرتفع 4 سلاسل، الخيط مبقاتش مشنتف هاد البلاصه، 4 سلاسل، ثم غنجي لهنا لهاد العمود من هاد الضريس المتكي غنثبت بغرزة حشو باش نبدا الضريس الثالث. الارتفاع ديال 4 سلاسل، نقلب العمل ونرجع هاد الفتحه ونثبت بغرزة حشو. هنا عاوتاني غنخدم غرز بيكو، دائما غنخدم نصف عمود، الارتفاع ديال 4 سلاسل، ونرجع وراء هاد نصف عمود ونخدم غرزة حشو باش تولي عندي غرزة بيكو الاولى، ثم نصف عمود الثاني،
ارتفاع ديال 4 سلاسل عفوا، ثم وراء هاد نصف عمود غرزة حشو، ثم نخدم نصف عمود الثالث، ارتفاع ديال 4 سلاسل، ثم وراء هاد نصف عمود غرزة حشو تولي غرزة بيكو، ثم غرزة حشو فوق هاد العمود، نخدم غرزة حشو، ثم الارتفاع ديال 3 سلاسل، ثم داخل هاد الفتحة غنعمروها ب3 أعمدة عفوا، 3 د الأعمدة داخل الفتحة. العمود الرابع راه كنخدمو ما بين السلاسل والثوب كما كتلاحظوا في هاد البلاصه، ما بين السلاسل والثوب وراء هاد غرزة حشو. هذا هو اللي كيقاد لينا الحبيك على الثوب، كيولي بحال الشكل ديال الحبيك. هذا هو الشكل ديال الضريس، ثم غنثبت في القياس دائما ديال الارتفاع ديال الضريس على الثوب بغرزة حشو. هذا هو الشكل ديال الضريس، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. دابا غنخدم هاد الطريف كامل ونكمل ونرجع معكم. هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الضريس البنات. بعد ما كملت هاد السطر جعل هاد الشكل جا رائع البنات، يعني شي حاجه زوينه وسهل دغيا كيطلع الخدمه ديالو، ماشي شي حاجه صعيبه. كنتمنى من الاعجاب ديالكم هاد الضريسات اللي كنقدم معكم البنات، يعني والشرح يكون مفهوم، وما تبخلوش علينا بلايكات وكومونتيرات ديالكم. دائما كتشجعوا لي القناه باش تطلع لينا القناه. شكرا بزاف البنات على التشجيع وعلى الدعم، شكرا بزاف. هاد كيطلع زوين البنات في الكم، المهم كيستحق تخدموه، كيجي زوين بصراحه. خليتكم على خير والى اللقاء.